هابي نيو يير، هابي كريسماس، بوناني. مصطلحات نسمعها في أيام محددة من السنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكريسماس أو عيد المسيح والاحتفال بالسنة الجديدة، ما الفرق بينهما؟ وهل الاحتفال بهما حلال أو حرام؟ سؤال هام كثيرا ما يراود العديد من الأشخاص مع نهاية كل عام ميلادي وبدء عام جديد، إذ يخلط البعض بين عيد الميلاد المجيد وهو ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية الجديدة، ويعد الفرق بينهما واضحا للغاية، فكل منهما عيد مختلف تماما عن الآخر. فعيد الميلاد هو عيد ديني يحتفل فيه بميلاد يسوع المسيح، في حين أن رأس السنة الميلادية هي سنة تقويمية جديدة. نأتي إلى السؤال: هل الاحتفال بالكريسماس أو عيد الميلاد حلال أو حرام؟ إن الاحتفال بالكريسماس كما يسمونه بدعة ضالة ليست من الإسلام في شيء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والواجب على المسلم أن يبتعد عن مجاراة ومسايرة غير المسلمين في طقوسهم وأعيادهم وعاداتهم، للحديث الشريف: من تشبه بقوم فهو منهم. نستنتج هنا أن الاحتفال به غير جائز بتاتا، وأمامنا أيام السنة كلها نأكل ونشرب كما يحلو لنا دون التشبه بقوم. الآن نتطرق إلى الاحتفال برأس السنة الجديدة، إذ يعد الاحتفال برأس السنة الجديدة هو احتفال ينتظره العالم ككل مع نهاية كل عام ميلادي، فهو يوم يحتفل فيه بنهاية سنة تقويمية وبداية سنة جديدة. فإذا كان الاحتفال به بكثرة المعاصي من غناء ورقص وشرب وهرج ومرج واختلاط بين الجنسين، فهذا منهي عنه شرعا وغير جائز بتاتا. والله أيها الإخوة والأخوات، ما رأيناه هذه السنة في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في جميع القنوات فنانات شبه عاريات، اختلاط بين الجنسين، غناء ومجون ورقص، والله إنه ليندى له الجبين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إذا كان الهدف منه اجتماع العائلة وتقوية أواصر القرابة، فمن رأيي أنه مستحب، لأننا فعلا بحاجة لاجتماع العائلة والأقارب من حين لآخر، لما جعلته التكنولوجيا. الآن التكنولوجيا فرقت بين أفراد العائلة الواحدة في البيت، فإذا كان هذا اليوم أو هذه الليلة تجمع بين العائلة فلا بأس به. وليس صحيحا يقال، أنا سمعت أنه يقال: من دخلت عليه رأس السنة وهو فرحان يبقى فرحان في السنة الجديدة. وهنا يقصد بفرحان أن يستقبل العام الجديد بالغناء والرقص والشرب والمجون، إذ السعادة والشقاء من قدر الله عز وجل، للحديث الصحيح: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: عمره، عمله، ورزقه، وشقي أو سعيد. فالمرجو الإقلاع عن هذه العادة والأخذ بأسباب الهداية، ولنكن على علم أن المضحك والمبكي إنما هو الله تعالى، للآية الكريمة: وأنه هو أضحك وأبكى. جعل الله أيامكم وأيام أولادكم مليئة بالسعادة في طاعة الله تعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين محمد خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الأخير
لا تنسوا فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد بهدف نشر المحتوى الهادف في زمن قلت فيه المحتويات الهادفة. والسلام عليكم.